الولد فتح لابتوب حبيبته بالغلط واتصدم، لقى آلاف الصور الحميمية ليها مع راجل تاني. فتح المحادثات وللأسف الحقيقة كانت أوحش بكتير. كل مرة كانت بتقوله إنها بتشتغل لوقت متأخر، كانت في الحقيقة خارجة في مواعيد مع حبيبها الأول. وفي اللحظة دي بعتت له رسالة قالت له فيها: اتأخرت قوي ومش هرجع النهاردة. الولد اتكسر حرفياً، كان بيحبها بقاله 3 سنين، لكن دلوقتي فهم إنه مجرد بديل لشخص هي عمرها ما نسيته. وقتها مسك التليفون وكلم أبوه الملياردير وقال له إنه وافق أخيراً يستلم جزء من شغل العيلة وراح يرجع البيت الشهر الجاي. بعد ما قفل كان حاسس إنه فاضي من جوه. هو كان ناوي يطلب إيدها في ذكرى ارتباطهم، لكن اليوم ده تحول لعد تنازلي لكسر قلبه. تاني يوم الظهر رجعت البيت، كان قاعد مستنيها طول الليل على الكنبة، بس هي ما شرحتش حاجة، بالعكس لبست لبس شيك وحطت برفيوم وخرجت تاني وكأنها رايحة موعد جديد. قبل ما تمشي قالت له: خد لك قسط من الراحة وهجيب لك تارة الأناناس وأنا راجعة. بس بعد ما مشيت الولد دخل على صفحة حبيبها الأول على السوشيال ميديا، وهناك فهم حاجة تانية. التارت مش ليه، ده للراجل التاني، وهي بس جابت له واحدة زيادة من باب السهولة. وقلب في باقي البوستات ولقى حاجة وجعته أكتر. كل هدية هو خدها منها كانت نسخة طبق الأصل من اللي كانت بتجيبها لحبيبها الأول. دي كانت القشة اللي قسمت ظهره. لما هدومه وقرر يسيب المكان المؤلم ده ويروح يستلم إمبراطورية أبوه بره البلد. بس لما رجعت البيت ما لاحظتش أي حاجة. سألت بس: هو البيت شكله فاضي كده ليه؟ هو ما ردش، بس قعد يبص في وشها بيحاول يثبت ملامحها في دماغه. وبعدين بكل برود سألت: ممكن تعمل لي تمثال صغير من الصلصال على شكل ويني ذا بو؟ فتح صفحة حبيبها الأول تاني، وبالفعل صورة البروفايل كانت لويني ذا بو. ورغم الإهانة ما تكلمش، عمل لها التمثال فعلا. ولما خلص كان تعبان جدا، وقع على السرير ونام من كتر الإرهاق. بس بالنسبة لها ولا كأن في حاجة، ما قالتش حتى ألف سلامة. كل اللي كان يهمها إنها تاخد التمثال وتديه لحبيبها الأول. خرجت مبسوطة ومتحمسة وكأن مجهود الولد ده ملوش أي قيمة عندها. وفي نفس الليلة جاله تليفون من واحدة زميلتها قالت له إن حبيبته سكرانة ولازم يجي ياخدها. الولد اتخض وجرى من غير ما يفكر، فضل يتصل بيها طول الطريق لكنها ما ردتش. ولما وصل البار ودخل الأوضة الخاصة لقاها نايمة في حضن حبيبها الأول.